سجود القرآن، أي أن هناك مواطن ذكرت في كتاب الله تعالى إذا بلغ إليها القارئ يجب عليه بالطبع ندبا أن يسجد سجدتين، ويقرأ فيها: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا من المسنونات. ومعلوم أن سجود السهو يقرأ فيها، هذا سجود الشكر عفوا، هذا الدعاء يقرأ في سجود الشكر. أما في سجود السهو فيسبح التسبيح المعروف سبحان ربي الأعلى وبحمده. واختار بعض أهل العلم أن يقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، ولكن ليس فيها حديث، وإنما هي من اختيارات أهل الفروع، اختاروها لأجل أن تكون خاصة بسجود السهو، فلا بأس أن يأتي بها الإنسان، وإن لم يأتي بها فليأتي بالتسبيح المعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم سجد في سورة النجم بمكة لأنها نزلت قبل الهجرة، فسجد النبي في مكة وسجد كل من كان معه في المسجد، قال إلا شيخ رجل كبير أخذ كفا من حصى أو تراب فقربه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. وهذا فيه إشارة للشقاوة، أنه معنى الإنسان الشقي الذي يأبى السجود، كيف تدعى أنت إلى السجود مثل ما فعل النبي؟ وفي ذات المجلس الذي حضر فيه النبي وسجد الناس لم يسجد. قال الراوي أن هذا الرجل الذي كان منه هذا الكبر مات والعياذ بالله كافرا. قال قتل بعد ذلك كافرا في غزوة بدر. نعم. ومقتضى ذلك أن من سجد معهم من المشركين أسلم، الذين سجدوا من المشركين قال كان سببا في إسلامهم. وسورة النجم أول سورة نزلت فيها سجدة، ولأنها نزلت في مكة، ولهذا قال بدأ بها المصنف أول ما ذكرها هنا في باب السجود ذكر سورة النجم. ما الحكمة في ذلك؟ لأنها أول سورة نزلت فيها السجدة، وسجد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستجدون بعد ذلك لمن أراد في كتب العلم والفقه تفصيلات بالنسبة لأدب السجود وكيفية السجود، وما هي السور التي يسجد، الآيات التي يسجد فيها والآيات التي لا يسجد فيها. فقد جاء معكم في الحديث الآخر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، أي في سورة صاد، وهي ليست من عزائم السجود، أي ليست من الأمور التي ألزم بها القارئ أن يسجد فيها، وكأن فيها شيء من الاختيار، فهي عند بعض المذاهب فيها سجود وبعض أهل المذاهب لا يسجدون فيها. هذه في سورة صاد السجدة التي جاء فيها الحق، قال فيها الحق سبحانه وتعالى لسيدنا داود فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لزلفى وحسن مآب، فخر راكعا وأناب، هنا موقع السجود. فقال أنها ليست من عزائم السجود، أي ليست من التي عليها تأكيد، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها وسجد كما جاء في الحديث. نعم. نعم. قال وقد سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها نحن شكرا. هذا لأجل نعرف عقد النية. طيب لماذا نسجد نحن؟ لا بد يكون لنا عند السجود نية. قال فسيدنا داود عندما سجدها توبة، لأنها قالت القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلى الذين أمنوا وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي أحس أنه أخطأ في حق ربه في تلك الساعة بعد أن خرج من مجلسه الملكين الذين جاءوا إليه يختبرونه، فركع أو سجد توبة. لكن نحن عندما نسجدها شكر لقبول التوبة، بأن الله تعالى قبل توبة داود، فننوي مثل هذه النية وأن يتوب الله سبحانه وتعالى علينا.